السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدموا الملاوي. عجينة العجينة فيها 2 زلايف الفينو وزلافة الفورص مع شوية الملحة، وعجنتها بمدافي، خليتها ترتاح مزيان على الأقل شي ساعة. من بعد درتها كويرات وخليتهم كذلك يرتاحوا. دابا غادي نخدموهم. كاين بزاف ديال الطرق، نتمنى نكون نوصل لكم الفكرة. كنحاولوا نرقوها مزيان. هذه طريقه من الطرق اللي غنشوفوا دابا. نحاولوا نرقوها مزيان مزيان تتبان لينا يعني مكان ديال الاشتغال، باش كنحصلوا على شي توريق يكون مزيان. كندهنوها بالزبده اللي انا خلطت معاها شويه د الخميره الحلوه. كاين اللي كيديرها في الطحين اللي كيطرش الخميره الحلوه، يعني كيبقى لكم الاختيار. كندهنوها مزيان باش كتجي مرقه. كنرشوها بشويه الطحين وكنلويوها. يعني حتى كتجي شويه صعيبه، ولكن كنخليوها ترتاح هنا وكناخدو وحده اخرى. كندهنوها كذلك. الزبده وكنرشوها بالدقيق، وكنديرو فيها الاخر اللي درنا في الاول. كناخدو كره اخرى، كنبقاو مستمرين هكا حتى كنحصلوا عدد الكرات اللي بغيتو، يعني 4 5 أو 6. المهم اننا كنورقوها مزيان. نورقوها بالزبده وكنستمروا بحال هكا. كنديروها عاوتاني مره اخرى. غتقطع ماشي مشكل، وحنا نستمر. كنستمروا تنديروا عدد من الكرات. الان وصلت للثامنه، يعني 8 كويرات صغار. درت الزبده ورشه الدقيق، وغنحط فوقهم هذا اخر وحده. يمكن لكم ديروا اكثر من هكا او لا اقل، او لا يمكن لكم تكبروا الكويرات. انا درتهم صغار يعني باش الا كان عندكم مكان العمل كبير يعني دغيا غتساليو. وهذا غنخليوه يرتاح وعاد نقطعوه ندهنوه بالزيت نخلوه يرتاح هنا. نغطيوه اكيد باش ما يفوتو، نغطيوه ونخليوه يرتاح. دابا غنوريكم واحد الطريقه اخرى. هنا يعني طريقه سهله وكتخرج لينا بزاف، اما هذه غندير وحده بوحده، يعني ملويه بملويه.
كنرققوها مزيان كذلك، كندهنوها بالزبده. كنرشوها بالدقيق، كنقطعوها شرائح. وكنبداو نثنيو نلويو كل شريحه بوحدها، كنخليو بحال هكا ونضغطو عاوتاني فوق الاخرى. نحاولوا نديرو الجناب هما الاولين لانهم كيكونوش مقادين، ونديرو عاوتاني هنا نحاولوا حنا كنقادوها. هذه كتاخذ شويه الوقت على الاخرى. انا غنقدم لكم عدد ديال يعني اللي بغات تجرب شي وحده شوف اللي جاتها سهله. نديرو اخر وحده، كتكون فحال هكا. كنخلوها كذلك ترتاح، ندهنوها بالزيت ونخليوها ترتاح. كاينه طريقه اخرى، انا درت كويرات صغار. نتوما يمكن لكم ديروا كويرات كبار يعني باش تربحوا الوقت. كذلك كندهنوا بالزبده، ونرشوا الدقيق، كنثنيوها ومن بعد كنثنيوها عاوتاني لهاد الجهه. كنديرو الزبده، كنرشو الدقيق، كنحاولوا نورقوا وحنا غادي كنلويو. وحنا كنلويو كنجبدو شويه كنورقوا. كندهنوها كذلك ونخلوها ترتاح. من بعد نقطعو بطريقه اخرى ديال الملوي، من بعد ما كنسرحو الملويه مزيان نحاولوا نرققوها بزاف. كندهنوها بالزبده كذلك، نديرو لها رشه دقيق، هذه طريقه اخرى كنهزوها من جنب، من اي جنب بغينا كلها، وكنبداو نلويو على يدينا بحال هذا الشكل. من بعد ما ساليناه وخليناه يرتاح شويه غادي نقطعوه، نحاول نقطعوه على النص، من بعد على 3، يعني على حسب، بغيتوهم كبار غتقطعوهم كبار، بغيتوهم صغيورين غتقطعوهم صغيورين. يعني هما دابا مرتاحين غادي نكرسوهم بحال هذا الشكل.
وغادي نخليهم يرتاحوا كذلك، عاد نطيبوهم. هما ما فيهم لا خميره لا والو، ولكن كل ما ارتاحت العجينه ديال الرغايف اولا الملاوي كتكون نتيجه زوينه. يعني كتعطي هذه احسن طريقه، يعني كتعطي سهله وكتعطي ملاويات بزاف. غنصطنب بحال هكا، في التالي غنخليهم يرتاحوا، من بعد غنطيبهم في مقله ثقيله مع شويه الزيت. الملوي ديالنا هو وجد، كيجي زوين مورق وصغير. الحجم تقدروا تحكموا فيه، يمكن لكم ديروه كبير او صغير. شوفوا التورق ديالو، كتبقى اي طريقه كتبقى مزيانه، كيجي مرق وناشف. بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.